صراحة بسم الله ما شاء الله تبارك الله لا قوة إلا بالله. كان يوم زي العسل، يا رب يتكرر تاني. فعلا فعلا، لأن لمتهم حلوة، يا رب ما تحرمني منهم. يا رب ما تحرمني منهم، كانت لمتهم جميلة يا رب. أمي وإخواتي وولاد إخواتي ربنا يبارك فيهم ويحفظهم من كل سوء يا رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتح لما أغلق، الخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق، الهادي إلى صراط المستقيم، وعلى الحق قدره ومقدار عظيم. طبعا بعد غياب طويل من الصيف، أمي يا رب يشفيها ويعافيها، اللهم آمين. ادعوا لها يا جماعة كلكم بالشفاء، الدعوة أمانة. كلكم تدعوا لها ربنا يشفيها يا رب. كانت حقنا عينها. يعني قبل ما نصور الفيديو ده كام يوم، ب4 أيام تقريبا، كانت حقنة في عينها. تمام، عشان كده لابسة نضارة الشمس قدام الفرن. هي مصممة تشويل السمك بنفسها يعني هما كانوا عندي، كانوا جايين يزوروني وباركولي على النقلة الجديدة، لأن أنا نقلت من شقة لشقة يعني. تمام. فهم جم باتوا معايا يومها فعلا، أمي وأختي ومرات أخويا، اللي أختي التانية برضو، ربنا يبارك فيهم ويحفظهم يا رب، وعيالهم وولادي وولادكم وولاد الناس كلها يا رب، اللهم آمين. تمام. فهي بعدين بقى صممت انها تشوي لنا السمك يومها، وعشان عينك، وقعدت تقول يا ست عشان عينك ما ينفعش، انا هشوينا عشان عينك ما تتعبكيش وكده، لان ما ينفعش تتعرض للصهد وهي حقنه في عينها، علشان ربنا يعافيك ويعافينا ويعافي المسلمين اجمعين. كان عندها نزيف على الشبكيه، فهي كانت عامله ليزر كام مره وحقنه وكلام من ده، وعملت فيها عمليه قبل كده، بس ما نفعتش طبعا يعني. ورجع الموضوع تاني، فهي ان شاء الله محدد لها عمليه باذن الله الاسبوع الجاي. الدعوة أمانة، تدعوا لها كلكم إن ربنا يا رب يشفيها ويكبر خاطرها. اللهم آمين يا رب العالمين، واشفي مرضى المسلمين أجمعين، واشفي الناس كلها يا رب. طيب ما تنسوش بقى الأول تصلوا على الحبيب، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتح لما أغلق، الخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق، الهادي إلى صراط المستقيم، وعلى آله حق قدره ومقدار عظيم. طبعا بقى بصوا بقى، السمك امي كانت بتشويه لنا، احنا بنغسل. انا ما بحبش عامه شوي السمك بره. شوي السمك بره ده صراحه انا مش بحبه خالص. انا بحب نشوي السمك في البيت، بيكون طعمه حلو مغسول، بنغسله كويس قوي قوي. تغسلي السمكه كده وتغسلي راسها وتنضفيها كده بمزاج. تمام. بنغسلها كويس، وطبعا تبقى الحاجه طبعا نظيفه، وبتعملها بايدك، مش بتبقى مثلا اللي بيبقى بره ده. يا جماعه والله انا مش عارفه يعني، هم صراحه بيغسلوه او مش بيغسلوه علشان ما اشيلش ذنب حد. في ناس كتير فعلا انا شفتهم مش بيغسلوه، وفي ناس انا شفتهم بيغسلوه، بس بيغسلوه اي كلام كده، حاجه اي كلام يعني. مش الغسيل اللي احنا بنغسله في بيتنا، سمكه سمكه كده، وحاجه حاجه كده بالراحه كده وبنظافه وكلام من ده. تمام. طبعا اول مره اللي يشوف قناتي يا ريت يشترك في القناه ويفعل الجرس، علشان ان شاء الله يوصل من كل جديد بامر الله. وقولوا لنا رايكم يا جماعه في الشقه الجديده. يا رب يجعلها فتحه خير عليا، ويجعل وشها وش السعد والفرج عليه. اللهم امين يا رب، وعلى امه محمد اجمعين طبعا، وعلى الناس كلها يا رب. زي ما قلت لكم ما تنسوش تسكت. استنوا، هجمع تاني يا اصلا، السلك وقع عندي. ما تنسوش تشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس، ويا ريت لو فيديو من الفيديوهات عجبكم تشيروا بين اصحابكم، يبقوا مشكورين وكتر الف خيركم. واي حاجه ممكن عاوزين تقولوها في الكومنتات هسمعها منكم، او في التعليقات قولوها عادي. انا في حد يا جماعه طلب مني كيكه، لكن انا صراحه اليومين اللي فاتوا عشان خاطر النقله كنت بنقل وكده، ما كنتش فاضيه ان انا اعملها. فان شاء الله ان شاء الله لنا باذن الله مع بعض باذن الله الايام اللي جايه شغل حلو وفيديوهات حلوه بامر الرحمن الرحيم ان شاء الله. طيب. في خلاص يا من. طبعا زي ما قلت لكم ان امي يا رب يشفيها ويعافيها، اللهم امين. اثرت تشوي السمك كان بصراحه من ايدها كان زي العسل، ربنا يديها الصحه والعافيه ويطول في عمرها، وامهاتكم وامهات الناس كلها يا رب. اللهم امين يا رب، واكبر خاطرنا جميعا بحق جه النبي عليه الصلاه والسلام. طبعا انا بنشر في الجنينه، زمان شفتوني للناس اللي متابعيني، انا كنت عامله حبل في الجنينه، عاملين مناشر كده في الجنينه، وكنا بننشر في الجنينه. بس النهارده الدنيا بتشتي من الصبح، من الساعه 7. الدنيا بتشتي شتا جميل جدا، بسم الله ما شاء الله لا قوه الا بالله. فطبعا الحاجات دي كلها كانت طريه، والجنينه ما فيش فيها شمس. كمان الشجر ما شاء الله تبارك الله عالي، ومداري ان مش بيدخل الجنينه شمس يعني. فانا جبته، لميت بقى، جبت الدفايات اللي كانت تقيله دي. طبعا كانت طريه، كان فيها طري خالص يعني، كانت لازم الشمس تشوفها عشان تنشف. فانا جبتها هنا في البرندة،
على السور وفردتها زي ما انتم شايفين كده. حتى برضو كان فيه هدوم من اللي هي الهدوم بتاعتنا دي، كان يعني مثلا رجلي بنطلون مبلولة، كمر بلوزة مبلول طري يعني او حاجة زي كده يعني في بلة. فانا عشان كده رحت جايباهم على السور كده في الشمس، قلت يتحمصوا في الشمس شوية وينشفوا وبعدين نلمهم ان شاء الله. انا مش بحب احط بصراحة هدوم على السور خالص او في البراندة. ما بحبش اصلا احط لهم كده، بس يعني حاجة غصب عني بقى، حاجة يبصوا بقى مفيش مفر يعني لازم أنا احطهم في الشمس شوية وادخلهم تاني. انا ممكن لو حطيت على السور اطلع بطانية ماشي، مخدة تتهوى شوية وارجع، انما ما احبش احط الهدوم بالشكل ده بصراحة على السور. بس المضطر يا جماعة، المضطر يركب الصعب، المضطر بقى. طيب يا ربي، انا نسيت اقول لكم فعلا فعلا ان الشقه دي صراحه ربنا يبارك لاهلها ووسع عليهم ويكبر خاطرهم ووسع ارزاقهم واحفظهم من كل سوء ورد عنهم البلاء واشفيهم من امراض الدنيا، اللهم امين يا رب العالمين. الناس دول ناس طيبين ومحترمين جدا، ربنا يبارك فيهم ويسعدهم. ويا رب يا رب العالمين يجعلوا دخلتي خير عليهم يا رب ويسعدهم ويبارك فيهم، اللهم امين. البيت فعلا في الدور الارضي انا كنت فعلا محتاجاه، لان حقيقي انا عندي مشكله، اللي هي رجلي وجعني تقريبا شويه وظهري، فالدور التالت ده صعب جدا عليا. برضو الناس اللي كنت عندهم كانوا ناس طيبين جدا ومحترمين ونعم الناس واخلاق والله العظيم، وبرضو كويسين جدا يعني، يعتبر اهل يعني صراحه يعتبر اهل. لكن المشكله فعلا ان السلم كان عالي شويتين، فانا حابه بصراحه قوي قوي الدور الارض ده، ربنا يجعل لنا السعد فيه اللهم امين. متنسوش يا جماعه الدعوه ايه متنسوش الدعوه امانه، تدعوا لنا يا جماعه. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. كل حبايبي واخواتي اللي متابعيني داخل مصر وخارج مصر وجميع انحاء العالم، يا اهلا وسهلا بيكم يا حبيب قلبي. ربنا يبارك فيكم ووسع ارزاقكم واحفظكم من كل سوء ورد عنكم البلاء والوباء والغلاء وكل ما يؤذيكم يا رب. ربنا يرده عنكم ويجعل لكم في الخير والرزق والسعادة والطيب نصيب، اللهم امين. قولوا امين امين يا رب العالمين. طبعا انا قلت النهارده كده ايه، كنت انا مصوره السمك دوت واحنا بنشوي السمك انا وماما كانت عندي واخواتي من يومين. فالنهارده قلت اعمل روتين عشان خاطر انزل لكم فيديو كده باذن الله. واصبح عليكم يا جماعه، اصبح عليكم واقول لكم يا رب يجعل دخلة السنه الجديده سنه خير ورزق وفرح وسعد وكل حاجه حلوه على كل اخواتي وحبايبي داخل مصر وخارج مصر وفي جميع انحاء العالم، وكل من يتابعنا ربنا يكبر خاطره ويرضيه ووسع عليه، اللهم امين يا رب. والله يا جماعه فعلا هي الدنيا مش مستاهله، والله الدنيا مش مستاهله اللي الناس بتعمله في بعضها، يعني سبحان الله. يعني ربنا يرحمنا من اللي احنا فيه، انه على فكره ان احنا ما رحمناش نفسنا والله صدقونا ربنا مش هيرحمنا. ان ما رحمناش نفسنا ربنا مش هيرحمنا، فربنا يعني الناس ترحم بعضها شويه، يعني شغل اقول لكم ايه بس، نقول حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل. ده اكتر ولا اقل في كل ظالم وفي كل انسان مش كويس بيأذي الناس في ارزاقهم واكل عيشهم وفي عيشتهم وفي سمعتهم وفي كل حاجه تنسهم يعني. يلا الحمد لله على كل حال. اقول لكم ايه بس، الحمد لله على كل حال. طبعا الجو النهارده عمال يقول فتحي يا ورده غمضي يا ورده، اشتي لا ما اشتيش، اشتي لا يغمض شويه، الشمس تضحك علينا وتطلع دقيقتين تلاتة وتروح الدنيا شتي بعدها على طول. فبصراحه انا قاعده قبال الباب يعني مش عاطيه امان عشان الحق لو الدنيا مطرت تاني، الحق بسرعه اجيب الحاجات اللي على السور اللي انا مطلعها عشان ايه الدنيا ما تمطرش عليا تاني. يا رب بحق جه النبي يا رب يجعل كل نقطة مطر نزلت على الأرض تكون نزلتها خير علينا وعلى الناس كلها يا رب. يا رب كل نقطة مطر نزلت على الأرض تكون جاية بسعد وبفرح وبرزق وبخير للناس كلها يا رب وأمة محمد أجمعين والجميع أنحاء الناس جميع أنحاء العالم. ربنا يجعله خير ورزق وسعد وفرح وسرور وعوض وعوض وعوض، وتحديدا كلمة عوض عن أي أيام وحشة وصعبة الناس مرت بها، وأنا واحدة من ضمن الناس فعلا مرت بيا أيام شداد صعبة، وهي على فكرة مرت علينا كلنا يا جماعة، الأيام الصعبة دي مرت علينا كلنا. فالحمد لله الحمد لله إنها يا رب تمر على خير، ويا رب يا رب ما عادش يعود أي أيام وحشة تانية علينا يا رب، اللهم آمين. لوجي جت بتلعب مع زينب وسمية جيراني، وجت تخبط عليا
وجايبه لي ايمان بقى، ايمان ايه، كانوا ماشيين في الشتاء فغرزت كده في الطينه ده يعني ايه، رجلها اتعاصت طينه كده وبقت مش حلوه يعني، اتوسخت خالص يعني. انا جاي بصبح عليكم. فبتقول لي يا ماما معلش رجلها اتوسخت طينه، يا ماما معلش هات لها ميه وتعالي اغسلي لها. فانا بحب ميمونه بقى، ميمونه حبيبتي ايمان دي، يا رب يبارك فيهم ويخليهم واحفظهم يا رب. دي بنت جيراني، ايمان دي اللي انا بغسلها دي بنت جيراني بس فعلا، ونعم الجيران ونعم الناس ونعم الاهل ونعم الاخوات، بجد ناس محترمين فعلا. الواحد يعني ليه الشرف ان هو يعرف ناس محترمين وكويسين واخلاق كويسه زي دي. ربنا يبارك في ولاد وولادكم وولاد الناس كلها يا رب، واحفظهم من كل سوء. وعاوزه اقول لاخواتنا المسيحيين، ده إيه؟ انت جبت ايه؟ ماشي يا حبيبتي. منى بنتي مصممه تاكل عدس شوربه النهارده يا جماعه، هنعمل عدس شوربه النهارده كده بالشعريه، عشان منى عاوزه تشرب عدس، تاكل عدس شوربه. على فكره انا هصور معاكم في يوم برضه، اخليها هي اللي تعمل العدس الشوربه ده بنفسها. شايفين لوجي بنتي بقى، تحسوا ان هي حلو ما شاء الله، تحسوا ان هي شالت كل الطين او الرمله او الحاجه الوحشه اللي في الارض وهي جايبه الكوتش بتاعها يعني. انا في قدام البيت هنا نجيله كده بروح مسحه الشبشب بتاعي فيها واروح داخله، ما شاء الله جميله يعني، ما شاء الله الواحد اصلا مخليه حوالين البيت جميل ونضيف، منضفاه ومروقاه ومخليه زي الفل زي ما انتم شايفين كده. انا بحب المكان اللي اكون قاعده فيه يكون مرتب ومنظم ونضيف ويكون حلو يعني. انا محتاره بالغسيل بتاعي على فكره، ده الغسيل اللي لحقت لمه ناشف، انما المبلول اللي انا طلعته بره على على السور. فانا محتاره بالغسيل بتاعي، كل مكان ادخل فيه اروح واخده الغسيل بتاعي حطاه لغايه لما اروق الاوضه وارجع احط الغسيل بتاعي في الاوضه اللي يتطبق فيها الغسيل. فيا مسهل يا رب، يا مسهل عم الغسيل يرسله في مكان وادخل مطرحه في الدولاب ان شاء الله. متنسوش يا جماعه تصلوا على الحبيب، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم. طبعا زي ما قلت لكم ان الصلاه على النبي عليه الصلاه والسلام فيها الف بركه وبركه يا جماعه، فعلا فعلا بتجلب الخير وبتجلب الرزق وبتجلب السعد. فربنا يجعلنا من السعداء المكرومين وعلى الله متوكلين، اللهم امين يا رب العالمين. طبعا انا في دار طب سامحوني سامحوني، دار معايا مكالمه النهارده كده الصبح، مكالمه جميله قوي قوي ما كنتش متوقعاها، او عمري في حياتي يعني ايه ما كنتش اعرف يعني، هي جت حاجه سبحان الله صدفه يعني يا جماعه. كلمت مين يا اموله؟ كلمت مين يا جماعه؟ قولوا كده معايا، كلمت مين؟ كلمت سموره العمده. عارفين طبعا كلكم سموره العمده، اخت سمسمه العمده، كلكم عارفينها. دي ست زي العسل اقسم بالله العظيم، شهاده لوجه الله، شهاده لوجه الله، هتحاسب واتسأل عليها. انا كنت بتكلم الست دي النهارده اللي هي سموره العمده على التليفون، بسم الله ما شاء الله لا قوه الا بالله، ونعم الاخلاق ونعم الناس ونعم الكرم ونعم الكرم ونعم الكرم ونعم الذوق. اقسم بالله انا ما كنت متخيله ان هي هتتكلم معايا كده، او نفتح حديث او مجال في الكلام مع بعض والاقيها ترد عليا بالرد الجميل ده. ما كنتش متوقعه فعلا انها ترد عليا كده. انا قلت واحده زي كده انا مش عارفاها ممكن ترد عليا بقى بتناكه بقى وحاجات زي كده، وترد عليا من فوق وبالاطراف حاجات زي كده. قسما بالله العلي العظيم يا جماعه، ست زي العسل، قمه الاحترام والذوق والاخلاق على فكره. انا من متابعين، انا من متابعين اللهم صل على سمسمة العمدة، انا بحبها جدا، انا بحب سمسمة العمدة جدا، ست محترمة وكويسة ومكافحة زي حالتي كده برضو وكلام من ده يعني، انا بحبها، انا بحب سمسمة وبحب محتواها جدا لانها طيبة ومكافحة ومحترمة واسلوبها حلو، فكل الصفات الحلوة فعلا فعلا اللي بتشبه ليا فعلا. لان انا انتوا ما شفتوش او ما عرفتوش لسه حاجة عن حياتي، لكن اليوم ان شاء الله نصور فيديو مع بعض واشرح لكم وتشوفوا كل حاجة علني، مش على الطبيعة عن الآخر يعني، إن شاء الله إن شاء الله، ونتكلم في كل حاجة بصراحة وبمنتهى الصراحة والدقة بإذن الله. فأنا بحب سمسمة جدا جدا يعني، ربنا يكرمها ويوفقها. والنهاردة زي ما قلت لكم أول يوم فعلا كنت أتكلم مع أختها سمورة العمدة، أخلاق وذوق واحترام واسلوب. بصوا بقى اقسم بالله العظيم، اقسم بالله يا جماعه انا اول مره كلمها في التليفون حسستني ان احنا عارفين بعض من سنين، حسستني ان احنا اخوات بجد، حسستني فعلا ان انا اهمها قوي قوي واسلوبها معايا اقسم بالله في منتهى الادب والاحترام
وبصوا انا مش قادره اوصف لكم كميه الاخلاق اللي هي فيها، كميه الذوق اللي هي فيها، قمه 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 الاحترام والذوق والاخلاق وكل حاجه حلوه. انا ما كنتش متخيله ان المكالمه هتدور بيني وبينها كده. فسبحان الله لقيتها عكس ما كنت انا متخيله تماما، لان في ناس كنت فعلا حاولت اكلمهم من اليوتيوب او من على الجماعه اليوتيوبرات، وما كانش اسلوبهم معايا في الكلام كده. الست دي ذوق، اخلاق، بنت ناس، بنت عمدة زي ما الكتاب قال، احتراما وادب وكل الذوق والصفات الحلوة فيها. انا بحييكي قوي قوي يا سمورة على ذوقك واخلاقك واحترامك ونظافتك وشطارتك ورتبتك وكل حاجة حلوة فيكي، انا بحييكي عليها. سمورة يا جماعة بتعمل زبدة زي العسل، بسم الله ما شاء الله، بتعمل زبدة جميلة جدا اللهم بارك. بتعمل برضو حاجات جميلة قوي 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 اللهم بارك يعني، ما شاء الله. انا برضو من متابعينها، وممكن لو دخلتوا على التعليقات هتلاقوني فعلا بعلق لها كتير جدا، لان انا مشتركة عندها وبعلق لها كتير جدا يعني، من متابعينها حقيقي. تمام. فهي ما شاء الله ما شاء الله، ربنا يجعل عندها وعندنا وعندكم وعند الناس كلها الخير يا رب. هي حقيقي ان هي بتعمل زبدة كويسة قوي قوي يا جماعة. لو اي حد فيكم عاوز زبدة عند سمورة بسم الله ما شاء الله، زبدة جميلة جدا اللهم بارك، او اي اوردر انتوا محتاجينه منها ممكن تتصلوا عليها يا جماعة. هي ما شاء الله حاجتها جاهزة ونظيفة ومرتبة وزي الفل زي الفل والله العظيم. فصراحة هي تستاهل كل خير او كل كلمة حلوة تتقال عليها، لان هي فعلا ونعم الناس ونعم الاحترام ونعم الاخلاق. ربنا يبارك فيها ويكرمها يا رب ويسعدها ويكرمنا جميعا بكرامة القرآن يا رب، اللهم امين. اللهم امين يا رب العالمين. انا قبل كده كنت في فيديو السنة اللي فاتت اتكلمت على مين، على سمورة، على سمسمة العمدة. في فيديو السنة اللي فاتت يا جماعة اتكلمت على سمسمة العمدة ايام ما كانت لاقية ياسمين، او راحت خدت ياسمين لما لقيتها، او حد لقاها اداها لها. انا مش بصراحة يعني ايه ذاكرة بعافية شوية، بعافية يعني مش بفتكر قوي قوي يعني، الزهايمر عامل عمايله معايا. لكن انا فعلا فعلا كنت اتكلمت عن سمورة في سمسمة في فيديو السنة اللي فاتت، كان معمولها فيديو مخصوص بصراحة يعني، لان هي تستاهل والله العظيم، تستاهل الخير، تستاهل انها انسانة كويس محترم. زي ما قلت لكم والله ما حدش واخد من الدنيا حاجة، والله يا جماعة ما حد واخد من الدنيا حاجة. يعني سبحان الله احنا كلنا ارزقنا على الله، لا حد واخد من رزق حد، ولا حد عاطل حد، ولا حد حايش عن حد، سبحان الملك. بس هي سبحان الله انا حبيتها، محترمة كويسة، اسلوبها كويس تمام. حصل كلمتين من واحدة ليها باسلوب وحش وما عجبنيش طريقة كلامها، فانا طلعت فعلا دافعت عنها واتكلمت عنها، لان هي فعلا تستاهل ان احنا كلنا ندافع عنها، لان هي محترم تستاهل الخير، وجوزها راجل محترم واخلاق، وولادها كويسين مؤدبين ومحترمين، ربنا يحفظهم ويبارك فيهم. شايفين لوجي بنتي مدخله العجله اوضه النوم، العجله اللي بتلف لنا في الشقه بالليل وبالنهار، ربنا يا رب يخلي اللي جايبها لها يا رب، يا رب يبارك للي جايبها لها يا رب ويسعدها ويوسع رزقها اللهم امين. فلوجي بنتي زي ما قلت لكم بتبصوا لو داخله الحمام بتوقف العجله قدام باب الحمام، ماشيه لنا في الشقه بالعجله. بصوا يا جماعه يعني الناس اللي هم متابعين الفيديوهات، يعني الناس اللي متابعين عندي في الفيديوهات بتاعتي، رايكم ايه في التغيير ده؟ انا غيرت حاجات في الشقه على فكره، انا عملت فيها تغيير. انا كنت فرشتها الاسبوع اللي فات، فطبعا كنت حاطه سرير كده كان في الصاله بتفك وتركب، فانا دخلته الاوض يعني، فانا كده احسن يعني، ولا انتوا رايكم ايه؟ قولوا لي يا جماعه رايكم ايه، فقولوا لي يا جماعه رايكم في التغيير، لان انا فعلا انا ربنا يبارك يا رب ويخلي ولادي واخواتي وولاد اخواتي واهلي وكل الحبايب اللي نفسي ان هم يزوروني او يودوني، فعلا فعلا انا ببقى مبسوطه بلمتهم. فانا عشان كده ربنا وسع عليا وجبر خاطري، اللهم لك الحمد والشكر يا رب، اللهم لك الحمد والشكر. انا فعلا كنت في محنه وحشه قوي قوي ما يعلم بها الا الله، والحمد لله هي اتحسنت، الحمد لله محنتي اتحسنت وتعدلت عن الاول، سبحان الله اللهم لك الحمد. الحمد لله والشكر لله والفضل يرجع لربنا. والناس معينه كده يا رب يبارك لي فيهم ويسعدهم اللهم امين يا رب، هم اكيد لو اتفرجوا على الفيديو اكيد ان هم عارفين نفسهم يعني، فالحمد لله الفضل يرجع لربنا، وليهم فعلا وقفوا جنبي لغايه لما محنتي عدت على خير الحمد لله. فانا زي ما قلت لكم الحمد لله ربنا وسع عليا وجبر خاطري ورضاني وكرمني فعلا بالشقه الجميله دي، وطبعا كان فيها سريرين حلوين ما شاء الله، وانتريه طبعا اللي هو الجلد الاسمر ده ما شاء الله اللهم بارك، والسرير كمان كبير. فصراحه هم سابوهم لي قالوا لا خلوهم في الشقه استخدميهم،
فانا فرشتهم زي ما هما، بقيت مبسوطه بهم قوي قوي قوي، عشان خاطر امي لما تجيني واخواتي وولاد اخواتي يجوا يباتوا عندي يلاقوا اماكن كتير كده واسعه ياخدوا راحتهم فيها. فالحمد لله يا رب، كل من جبر خاطر ووسع عليا ربنا يكبر خاطر ووسع عليه، يا رب كل من جبر خاطر ووسع عليا يا رب اكبر خاطر ووسع عليه. اللهم امين يا رب العالمين. كل من يكبر خاطر الناس يا رب اكبر خاطر وارضيه. صلوا على الحبيب. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم. طبعا 5. طبعا ما شاء الله زي ما قلت لكم. شوفوا قولوا لي بقى رايكم بعد التعديل ده، لان انا دخلت في الاوضه دي كان فيها التسريحه والدولاب والسرير بس، انا دخلت فيها السريرين والكومودينو والدولاب. هي كده احسن يعني يا جماعه، حتى ايه يبقى في براح عشان لما حد يجيني الدنيا واسعه ونلاقوا مكان يناموا فيه ان شاء الله. قولوا رايكم كده حلوه، في حاجه عايزه تتغير، في حاجه عايزه تتبدل، لو حد عنده اي راي او اي حاجه مش عاجباه يا ريت يدينا رايه. شوفوا انا محتاره بالحله بتاعتي دي، بالغسيل بتاعي ده، اوديه يمين اوديه شمال مفيش فايده. هو لازم يطبق، كل ما ادخل اوضه اروقها هو الغسيل قدامي قدام مفيش فايده يا جماعه. خلاص الحمد لله ربنا قد الاوان وهيتطبق الحمد لله. كنت انا غاسله الشنطه دي خلاص بقت جميله وزي الفل هي ما شاء الله، عشان كانت بقى وملحوسه، فخلاص اتغسلت وبقت زي الفل. هعلقها بقى ورا الباب وارجع اطبق غسيل. بسم الله الرحمن الرحيم. خلاص كده فضلنا الغسيل على السرير علشان نطبق براحتنا ونكمل الباقي. عايزه اقول لكم ان فعلا فعلا انا متفائله خير، متفائله خير ان ربنا هيكرمنا وهيكبر خاطرنا، وان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله ربنا يجعل السنه دي سنه خير ورزق وعوض لينا يا رب وللناس كلها، اللهم امين. لان فعلا احنا اتأذينا كتير، وانا واحده من الناس اتأذيت كتير قوي قوي السنه اللي فاتت. حصل معايا مواقف كتير كانت صعبه والحمد لله، ومحن كتير الحمد لله والشكر لله بركه ربنا وفضله، يعني جعل لي منها مخرج وعدت الازمه دي على خير. السرير ده يا جماعه بدراج، فانا حاطه اطقم السراير بتاعتي والفوط في الادراج، عامله درج للفوط وعامله الدرج التاني لاطقم السراير بتاعتي اللي انتم شايفينها دي والدفايه. تمام كده. ايه رايكم بقى في الاوضه دي اوضه ولادي بقى، اوضه ولادي اللي بيناموا فيها، ايه رايكم فيها؟ قولوا لي بقى رايكم، انا عاوز اسمع رايكم يا جماعه في التعليقات، يا ريت تكتبوا لي وتقولوا رايكم ايه. يعني هي كده تمام ولا ايه؟ طبعا ده زينب زينب وايمان ولاد جيراني، ربنا يبارك فيهم ويحفظهم يا رب. انا بحبهم قوي قوي زي ولادي، اقسم بالله بحبهم جدا يعني، لانهم ناس محترمين واهلهم برضو محترمين. ماشي يا زينب. زينب يا جماعه قلت لكم اعملوا اللايك، حطوا لايك عشان خاطر زينب. زي ما قلت لكم يا جماعه خير الناس انفعهم للناس. يا ريت ان انتوا فعلا تقفوا جنبي وتجبروا خاطري لغايه لما قناتي تكبر وتتشاف. فعلا فعلا قناه الروتينات يعني قناه الروتينات دي بتبقى فعلا ان ما عملناش اكلات وصرفنا وكلفنا عليها. طبعا بتبقى ايه، بنتعب فعلا في الروتينات. انا ممكن اعمل روتين عادي او اشوف مصلحتي عادي من غير ما اقعد بقى انكش واعمل، فاهمين؟ وتحميل فيديوهات ومصاريف بقى شحن باقات للتليفون عشان خاطر انزل فيديوهات. ففعلا زي ما قلت لكم يا جماعه مفيش حد عمل المحتوى بتاعي ده الا حقيقي ما كان محتاجه، فخير الناس انفعوا من الناس. يا ريت يا جماعه كلنا ان احنا نساعد بعض ونقف جنب بعض. اقفوا جنب مني قناتي تكبر وتتشاف. ربنا يبارك فيكم ويسعدكم اللهم امين. على فكره مش حاجه وحشه لما اطلب منكم ان انتوا تدوني فرصه تشوفوا المحتوى بتاعي وتدوني رايكم فيه باذن الله. وربنا يا رب دايما يقدرني ويكون عند حسن ظنكم واقدم لكم فيديوهات احسن واحسن باذن الله ان شاء الله. فهقول لكم تاني ما تنسوش اول مره اشوف قناتي يا ريت يشرفني بالاشتراك في القناه ويفعل الجرس باذن الله علشان يوصل منه كل جديد. وما تنسوش تصلوا على الحبيب. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم. اشوفكم في فيديو جديد باذن الله وروتين جديد وشغل جديد، وان شاء الله ان شاء الله من محتوى احسن لمحتوى احسن يا رب العالمين اللهم امين. وربنا يوسع ارزاقنا وارزاقكم ويجبر خواطرنا جميعا اللهم امين يا رب العالمين. اشوفكم في فيديو جديد ومع الف سلامه.